بيبدأ فيلمنا مع بيكي وهي في اسم الشرطة وبيتم التحقيق معاها في جريمة قتل عصابة كاملة. فبتتوتر بيكي وبتكون مش قادرة ترد على الأسئلة بسبب صدمتها من اللي بيحصل. وبنرجع بعد كده للماضي وبنشوف مجموعة سجناء وهم بيتخانقوا، وبيكون في رئيس عصابة اسمه دومينيك بيجهز نفسه هو وعصابته علشان ينتقلوا لسجن تاني. وفي الوقت ده بتكون بيكي في المدرسة وبيجيلها استدعاء في الميكروفون، تعرف ان والدها جيف جه علشان ياخدها. فبتخرج تقابل والدها من غير ما بتتكلم أي كلمة، وبتركب معاه العربية وبيمشوا. وفي الوقت ده بتركب عصابة دومينيك عربية السجن عشان يترحلوا سجن تاني لأنها عصابة خطيرة جدا. ووقت ما كانوا في العربية بيأمر دومينيك واحد من رجالته إنه يقتل واحد من المساجين اللي معاهم، وبيكون واضح إنهم بيخططوا يهربوا. فبيكذب دومينيك على ضابط الحراس وبيقول لهم إن في واحد أغمى عليه، وده طبعا علشان يستدرجهم ويدخلوا العربية ويقدروا يهربوا. وبنروح لبيكي مرة تانية وبنشوفها في السوبر ماركت مع والدها وهي بتسرق حاجات من غير ما حد يلاحظ. وبيشوف جيف بعد كده على التلفزيون إن في خبر عن عصابة قتلت أفراد من الشرطة، وبعد كده العصابة دي هربت، وطبعا بتكون دي عصابة دومينيك. وفي الوقت ده بتكون بيكي بتتمشى في السوبر ماركت فبتشوف أطفال وهي بتلعب مع أمهاتها، فبتتأثر وبتفتكر والدتها اللي توفت بسبب السرطان. فبتخرج وبتقعد لوحدها وبتشغل فيديوهات قديمة ليها مع والدتها، وبتكون فرحانة ومتأثرة في نفس الوقت بذكرياتهم مع بعض. وبعد شوية بتركب العربية مع جيف وبتكون متضايقة منه لأنه كان عايز يبيع البيت بتاعهم ويشتري بيت جديد، وهي بتكون رافضة الموضوع ده لأن البيت ده فيه ذكرياتها مع والدتها. وبعد شوية بيوصلوا للبيت وبيقول جيف لبيكي إن هو رجع في كلامه خلاص ومش هيبيع البيت، وده علشان هو عايز يشوفها مبسوطة. فبتفرح بيكي جدا وبتاخد الكلاب بتاعتها وبتروح عشان تلعب معاهم، وبتكون مسمياهم دورا ودييجو. وفي الوقت ده بتيجي كايلا خطيبة جيف علشان تقضي الأجازة معاهم، وبنعرف إن هي مطلقة وعندها ولد صغير. فبتتضايق بيكي وبيكون واضح عليها إن هي بتكرهها، وده علشان مش عايزة حد ياخد مكان والدتها. وبتقول لهم إن هي هتقعد لوحدها في البحيرة وبتسيبهم وبتمشي. وعلى الناحية التانية بيكون دومينيك رئيس العصابة اللي هرب من السجن متنكر في زي ضابط شرطة، وبيوقف عربية واحد معاه أولاده وبيسألوا عن مكان بيت موجود جنب البحيرة. وبنكتشف ان البيت ده اللي هو بيسأل عنه هو بيت جيف والد بيكي. فبيوصف له الراجل مكان البيت، وعلى طول بيقتل دومينيك الراجل ده وبيخلي مايك المساعد بتاعه يقتل ولاده. وفي الوقت ده بتكون بيكي قاعدة بتتغدى مع جيف وخطيبته كايلا، وبتبقى متضايقة بسبب علاقتهم دي. فبيقول لها جيف ان هو بيحب كايلا وهيتجوزوا قريب، وبيطلب منها انها تنسى والدتها وتتعايش مع الوضع الجديد. فبتتضايق بيكي اكتر من قراره ده وبتسيبه وبتمشي. فبتقول له كايلا ان الموضوع مش سهل عليها، علشان كده هي هتروح تتكلم معاها. فبيقاطع جيف كلامها وبيقول لها ان بيكي شخصيه عنيده جدا وصعب ان حد يفهمها. وبعد شويه بيروح لبيكي علشان يتكلم معاها وبيلاقيها بتعيط، فبيقول لها ان هو كان بيحب والدتها جدا، بس لازم ينسوا الاحزان بتاعتهم ويبداوا يتقدموا في حياتهم لان مر على وفاتها سنه تقريبا، ومش هيفضلوا طول الوقت زعلانين عليها. فبتتجاهل الكلام وبتاخد الكلب بتاعها وبتمشي. وبعدها بتروح لبيت صغير في الغابه كانت بتقعد فيه هي ومامتها، وبتتعصب وبتكسر كل حاجه قدامها. بس بعد شويه بتهدى لما بتشوف رسمه ليها مع باباها ومامتها، وبتفتكر انهم كانوا عيله سعيده جدا علشان كانوا مع بعض. بس بعد كده بتستوعب ان العيله دي دلوقتي اتفككت والمطلوب منها ان هي تتعايش مع الوضع الحالي. وفي نفس الوقت ده بيخبط دومينيك رئيس العصابه على بيت جيف والد بيكي، وبتفتح له كايلا. فبيجي جيف وبيساله عايز ايه، فبيقول لهم ان الكلب بتاعه ضاع وبيدور عليه. وفي الوقت ده بتكون بيكي لسه قاعده لوحدها وبتسترجع ذكرياتها مع والدتها، وبيكون معاها مفتاح عليه نقش غريب لقيته في الغابه من سنه تقريبا ايام ما كانت والدتها لسه موجوده. وبنرجع تاني لدومينيك وبتكون تصرفاته غريبه جدا. فبيبدا والد بيكي يقلق وبيفتح الباب علشان يطرده، بس بيجي فجأة مايكل مساعد دومينيك وبيبدأ يخنقه. فبتخاف كايلا وبتجري علشان تكلم الشرطة، فبيروح مايك وراها وبياخد منها الموبايل وبيكسره. فبتترجنه ما يقتلهاش، ولما بيشوف ابنها بيقرر ان هو يسيبها تمشي. والسبب في ده علشان لسه متأثر شوية بسبب الراجل اللي هم قتلوه هو وولاده. وبتهرب كايلا بعدها وبتدخل الغابة علشان محدش من العصابة يشوفها، وبتقول لابنها انهم لازم يدوروا على اي حد علشان يبلغوا الشرطة. بس فجأة بيجي 2 من العصابة وبيسألوها رايحة فين، فبتقول لهم ان هي رايحه تجيب بيكي. فبيطلع واحد من العصابه مسدسه وبيسالها مين هي بيكي، فبتكذب عليه وبتقول ان هي الكلبه بتاعتها. فبيتوتر المجرم لان هو ما بيحبش الكلاب، ومره واحده بتهجم عليه الكلبه دورة بتاعت بيكي، فبيضرب عليها النار وبيقتلها. وبنكتشف ان بيكي بتراقب كل حاجه من بعيد، وبتتصدم طبعا لما بتشوف الكلبه بتاعتها وهي بتتقتل. وبسبب ضرب النار على الكلبه بيكون الكلب دييجو عايز يخرج، بس بيكي بتمنعه وبتحبسه في البيت، وبتخرج عشان تطمن على باباها. فبياخد افراد العصابه كايلا للبيت
مرة تانية وبيسألهم دومينيك عن سبب ضرب النار، فبيقول له واحد من العصابة انهم قتلوا بيكي، فبيسألهم دومينيك مين هي بيكي، وده بيخلي جيف ينفعل لانه فكر ان هم قتلوا بنته، فبتقول له كايلا انها الكلبة بتاعتهم، فبيهدى جيم وبيفهم. وبعد كده بينزل دومينيك للقبو بتاع البيت وبيكون واضح عليه ان هو بيدور على حاجة معينة وان هو جاي علشانها. وفي الوقت ده بتكون بيكي شايفة كل اللي بيحصل ده وبتدخل اوضتها من الشباك وبتدور على موبايلها علشان تتصل على الشرطة، بس ما بتلاقيش الموبايل، فبتاخد تليفون لاسلكي وبتخرج بسرعة قبل ما العصابة تقبض عليها. وفجأة بيدخل دومينيك اوضتها وبيلاقي الشباك مفتوح، فبيستنتج ساعتها انها تبقى بنت مش كلب زي ما كايلا قالت. فبيرجع تاني لجيف وبيوري له موبايل بيكي وبيسأله عن مكانها، فبيكذب عليه وبيقول له ان هي عند والدتها اللي عايشة في نيويورك. فبيقول لدومينيك ان هو بيدور على مفتاح، والمفتاح ده كان ضايع منه في الغابة من سنة تقريبا، وان لو هو اخد المفتاح ده هيمشي من غير ما يأذي حد. فبنكتشف هنا ان المفتاح اللي بيدور عليه هو نفس المفتاح اللي بيكي لقيته. فبيتردد جيف وبيقول له ان هو ما يعرفش حاجة عن المفتاح ده، وبيرد عليه دومينيك ان هو عايز يكلم بيكي علشان يسألها، وان هو عارف ان هي موجودة هنا ومستخبية لان هي مستحيل تسافر وتسيب موبايلها هنا. بس بيكذب جيف كلامه وبيقول ان بنته بيكي مسافرة، وطبعا ما بيصدقش دومينيك كلامه، فبيضرب كايلا بالرصاص في رجليها وبيبدأ يضغط عليه ويستفزه علشان يخليه يعترف بالحقيقة. بس فجأة بتكلمهم بيكي من جهاز اللاسلكي اللي معاها وبتقول لهم ان هي اتصلت بالشرطة وانهم في الطريق وجايين يقبضوا عليهم. فبيقول لها دومينيك ان هي بتكذب لان موبايلها معاه، فبترتبك هنا بيكي وبتقول له ان هي كلمت الشرطة من تليفون جارها. فبيفهم دومينيك هنا ان هي بتكذب وان هروبها معناه ان المفتاح معاها. فبيخرج جيف من البيت وبيكلمها من جهاز اللاسلكي وبيقول لها انه بيدور على حاجة ضاعت منه في الغابة من سنة، وبدون وعي بتقول له ان هي مش معاها المفتاح. فبيقول لها ان هو ما جابش سيرة المفتاح وانه كان بيستدرجها علشان يعرف الحقيقة، ودلوقتي اتأكد ان المفتاح معاها، وعلشان كده لو ما سلمتش المفتاح هيقتل والدها. فبتسكت بيكي، ولما ما بيلاقيش منها رد بيعذب جيف، وبعدها بيطلب منه يكلم بنته علشان يخليها تجيب المفتاح. بس عكس المتوقع بيقول جيف لبنته تهرب بسرعة، فبيكمل دومينيك تعذيب فيه، وبتكون بيكي شايفة كل حاجة من بعيد وبتقوله ان هي هتجيب له المفتاح. وبعدها بتروح بسرعة للبيت الصغير اللي في الغابة وبتاخد المفتاح عشان تديه لدومينيك وتنقذ ابوها. وبنروح لجيف اللي في الوقت ده بيضرب العصابة وبيهرب للغابة وبيكون مصاب ومش قادر يجري، ووقت ما كان بيهرب بيقابل بيكي في الطريق وبيقول لها تهرب بسرعة وتبلغ الشرطة. بس فجأة بيضرب دومينيك عليه النار وبيقتله قدام بيكي، فبتصرخ بصوت عالي وهي مصدومة بموت والدها. وبيروح دومينيك علشان ياخد منها المفتاح، بس مرة واحدة بتغرز المفتاح في عينه وبتهرب. فبيرجع دومينيك للبيت وهو مصاب وبيصرخ، ورجالته كلهم مصدومين ان بنت صغيرة زي دي قدرت تعمل فيه كده، وبيدي جهاز اللاسلكي لواحد من رجالته وبيأمروا يروحوا وراها ويمسكها. وفي نفس الوقت ده بتكون بيكي قاعدة في الغابة وحزينة جدا علشان ما بقاش ليها حد، وده بيخليها تقرر انها هتنتقم من العصابة دي. وفي الوقت ده بيكلمها واحد من العصابة في جهاز اللاسلكي وبتعرف انه في الغابة، فبتجري بسرعة قبل ما يعرف مكانها، بس للأسف بيشوفها وبيجري وراها لحد ما بتوصل بيكي للبيت اللي في الغابة وبتقفل على نفسها الباب. فبيحاول يدخل البيت وراها، بس فجأة بيلاقي دييجو الكلب بتاعها قدامه، فبيقفل الباب بسرعة لأن هو بيخاف من الكلاب جدا. وبيحاول يتفاوض مع بيكي وبيقول لها انه مش عايز يأذيها وانها لو ادت له المفتاح هياخده ويمشي من غير ما يلمسها. فبتوافق بيكي على كلامه وبتستجمع شجاعتها وبتقرر ان هي تنتقم لوالدها. فبتاخد خشبة من على الارض وبتطلع على سطح البيت وبترمي له عملة معدنية، وطبعا لانه مش ملاحظ هي رمت ايه فبيفتكر ان هي رمت المفتاح وبيروح علشان يدور عليه. فبتهجم هنا عليه بيكي وبتغرس الخشبة في جسمه، فبيحاول يدافع عن نفسه وبيخرج الخشبة، بس بتكمل عليه بيكي وبتقتله. وبعدها بترجع للبيت مرة تانية وبتكلم دييجو الكلب بتاعها وبتقوله ان هي هتنتقم من العصابة دي وهتدفعهم الثمن. وعلى الناحية التانية بيتكلم دومينيك مع مايك المساعد بتاعه وبيديله مسدس وبيقوله انه لو هو مش هيساعده عشان يلاقوا المفتاح الاحسن انه يقتله. فبيقوله مايك انه مش قادر ينسى الاطفال اللي قتلهم في العربية لما كانوا بيدوروا على بيت بيكي. فبيوعده دومينيك ان هو مش هيقتل حد تاني، بس في المقابل لازم يساعدوا ان هم يجيبوا المفتاح. فبيوافق مايك، وفجأة في الوقت ده بيسمعوا صوت غريب وبيخرجوا يشوفوا فيه ايه. فبيلاقوا بيكي حدفت لهم جهاز لاسلكي وبتقول لهم ان هي اسوأ كابوس هيشوفوه في حياتهم. فبيتعصب دومينيك ساعتها وبيروح لكايلا خطيبة باباها وبيطلب منها تكلم بيكي وتقول لها تسلمهم المفتاح. فبتقول له ان بيكي مش هتسمع كلامها لان هي مش بتحبها اصلا. والاسوأ من ده كله ان بيكي كانت بتتعالج نفسيا وشخصيتها عدائية جدا ونسبة ذكائها بتتجاوز 90%، وبما انهم قتلوا ابوها فهتقتلهم كلهم واحد ورا التاني. في الوقت ده بتكون بيكي رايحة البحيرة وبتبدأ تجهز فخ على الجسر وبتخلع خشب فيه مسامير علشان تقتل بيه العصابة. وفي نفس الوقت ده بيروح واحد من العصابة
العصابة للبيت اللي في الغابة وبيبدأ يدور عليها وبيلاقي صاحبه ميت، وفي الوقت ده بتيجي بيكي وبتستفزه عشان يجري وراها وتستدرجه للبحيرة، وفعلا بيجري وراها وبيقع في الفخ اللي هي عاملاه، فبتضربه بالخشبة اللي فيها مسامير وبتزقه في المية، وبيترجى بيكي ان هي تساعده لانه ما بيعرفش يعوم، بس هي بتتجاهل كلامه وبتركب المركب وبتروح ناحيته لحد ما بتقطع راسه، وبعدها بترجع للغابة مرة تانية وبتلاقي قدامها مايك وبتكون خايفة يقتلها، فبيجي دييجو الكلب بتاعها وبيهجم عليه علشان ما يأذيهاش، فبيضربوا مايك على دماغه وبيوقعه على الأرض، فبتروح بيكي عشان تطمن عليه وبتلاقيه لسه عايش، فبيشيلها مايك في الوقت ده عشان يوديها لديمونيك رئيس العصابة، وبتحاول بيكي ان هي تقاوم وبتعض في دراعه علشان يسيبها، فبيتضايق وبيروح رميها على الأرض وبيبدأ يضربها، بس بيتأثر بسبب اللي هو عمله وبيفتكر الأطفال اللي هو قتلهم، وبيقول لها ان هو شاف رجالة العصابة اللي هي قتلتهم وان اللي هي عملته ده هيسيب أثر في حياتها طول عمرها، عشان كده هو قرر انه مش هيساعد ديمونيك وهيسيب حياة المجرمين، وبيطلب منها ما تقتلش حد تاني وتعيش حياتها كطفلة، وبيسيبها وبيمشي. وبالليل بتروح بيكي لجثة والدها وبتكون حزينة جدا على وفاته، وبتاخد من جيبه مفتاح العربية بتاعته، وبعدها بتروح البيت عشان تنقذ كايلا وابنها، وبيكون ما فاضلش حد من العصابة غير ديمونيك، فبتحاول كايلا تشتته علشان بيكي تدخل البيت، وبتسأله عن المفتاح اللي بيدور عليه وبتقوله هيعمل بيه ايه، فبيقول لها ان المفتاح ده بتاع كنز كبير جدا وتمنه ملايين، علشان كده هو مش هيفرط فيه بسهولة، وفي الوقت ده بيسمع صوت عربية والد بيكي، فبيخرج علشان يشوف فيه ايه وبيفتح العربية، فبيتفاجئ بدييجو الكلب بيعضه في ايده، وبتكون بيكي في عربية تانية وبتسوقها وبتحاول تدوس عليه، بس بيتحرك بسرعة قبل ما تدوسه وبيقع على الأرض، وبتخبط في شجرة علشان كانت بتتحرك بسرعة، وبتتفاجئ إن جهاز الإنذار اللي في العربية اشتغل، والجهاز ده بيتصل بالشرطة تلقائيا أول ما العربية بتعمل حادثة، فبتطلع بيكي من العربية بسرعة وبتروح المخزن عشان تاخد أي أداة تقتل بيها ديمونيك قبل ما الشرطة تيجي، وده علشان تنتقم منه لأنه قتل والدها، وبعد كده بتروح تقعد على كرسي قدام النار وبتغني بطريقة باردة جدا كأنها مش خايفة من أي حاجة، فبيجي ديمونيك هنا وبيقولها ان هو معجب بشخصيتها وبذكائها وانها دلوقتي ملهاش اي اهل، فبيعرض عليها ان هو يتبناها وتنضم لعصابته لانها لما تكبر هيكون لها مستقبل في عالم الجريمة، فطبعا بترفض بيكي وبتقوله ان هي مش هتخليه يموت بسهولة وانها لازم تعذبه الاول، وبتطلع مسدس لعبة بيكون فيه بنزين وبترشه بيه قدام النار وبتحرقه، فبيطفي النار بسرعة وبيجري وراها لحد ما بيمسكها وبيتعصب عليها وبيخنقها علشان يموتها، فبيشوف هنا مفتاح في رقبتها وبياخده وبيطلع مسدسه عشان يخلص عليها، بس فجأة بيجي مايكل المساعد بتاعه وبينقذ بيكي في آخر لحظة، وبيطلب من دومينيك ان هو يسيب بيكي في حالها وما يقتلهاش، فبيرفض، فبيضرب النار على مايك وبيبدأوا يتخانقوا مع بعض، فبتروح بيكي للمخزن بسرعة وبتاخد جرار زراعي وبتروح لديمونيك وبتدوس عليه وبتقتله وبتخلص منه، وبيعتذر لها مايك عشان سابها لوحدها قدام ديمونيك، وبيقول لها ان هو بيتمنى تسامحه بعد ما حاولوا ينقذها، بس بتاخد بيكي هنا المسدس وبتقتله هو كمان، وبكده تكون تخلصت من كل افراد العصابة لوحدها، وبتاخد المفتاح اللي العصابة كانت بتدور عليه وبتقعد لوحدها وبتفكر في باباها ومامتها، فبتيجي كايلا في الوقت ده عشان تطمن عليها، وبيسمعوا صوت عربيات الشرطة في كل مكان، وبكده بنرجع لمشهد البداية وبنشوف ضابط الشرطة وهو بيحقق مع بيكي، فبتقول لهم بيكي ان هي مش فاكرة حاجة من اللي حصلت، فبيتكلموا ضباط الشرطة مع بعض وبيقولوا ان مستحيل بنت صغيرة زي دي تقتل العصابة دي، وبتكون بيكي قاعدة بثقة شديدة وفي رقبتها المفتاح. وبنشوف بيكي بعد ما كبرت وبقت عندها 16 سنة وهي بتحكي حكايتها الشخصية، وبتقول ان مامتها ماتت من السرطان وان في عصابة قتلت باباها بسبب مفتاح كان مخبيه، وبتكمل بيكي انها تحكي انها قتلت العصابة دي كاملة بطريقة وحشية جدا، وبنرجع للحاضر بعد الحادثة دي وبتكون في واحدة عجوزة اتبنت بيكي، وبنشوف ان الست دي مرت بظروف صعبة وهي صغيرة في سن بيكي، وعلشان كده هما الاتنين متفاهمين مع بعض، وكانت بتنصح بيكي انها تبص للإيجابيات اللي في حياتها وتسيبها من السلبيات، وكمان تشكر ربنا على كل حاجة حلوة في حياتها، فبتقول لها بيكي ان مفيش حاجة حلوة في حياتها غير الكلب بتاعها دييجو، لان بيكي بتكون متعلقة بالكلب ده جدا، وبتروح بعد كده شغلها واللي بيكون في مطعم وبتدي وجبة لزبون قاعد عندها، بس بيكون متكبر وبيرفض الاكل اللي نزلته بيكي وبيكلمها بطريقة وحشة قوي، فبتتعصب بيكي من طريقته المستفزة وبتتخيل سيناريو في دماغها ان هي بتقتله بطريقة بشعة، بس بترجع لعقلها وبتنفذ له اللي عايزه، ولما بترجع من الشغل بتقعد تاني مع الست اللي عايشة معاها يلعبوا مع بعض لعبة حروف،
ووقت ما هما بيلعبوا بيسمعوا الأخبار في الراديو عن عصابة اسمها النبلاء، واللي بتبقى نفذت اغتيالات كتيرة ضد السياسيين ومحدش عارف يمسكهم لغاية دلوقتي. وتاني يوم الصبح بتروح بيكي شغلها زي كل يوم، وبعد شوية بيدخل المطعم 3 من العصابة النبلاء وبيروحوا عند بيكي وبيفضلوا يشتموها ويتحرشوا بيها، فبتمسك بيكي أعصابها وبتسكت. وبعد كده بيطلبوا منها تجيب لهم قهوة وبيقعدوا على ترابيزة، فبتجيب لهم بيكي القهوة، بس وهي بتقدمها بتوقع كوباية على واحد منهم، فبيحس الولد ان بيكي قصدها تعمل كده علشان ترد له الإهانة، فبيقرر ان هو يستناها لغاية ما تخلص الشغل بتاعها وتروح لبيتها علشان يمشي وراها ويعرف مكانها علشان ينتقم منها. وفعلا في نص الليل بتسمع بيكي أصوات جوه البيت، فبتخرج من أوضتها علشان تشوف الصوت ده جاي من فين، وبتتفاجئ بيهم هما التلاتة بيمسكوها ويكتفوها. وفي الوقت ده الكلب بتاعها بيجي عشان يدافع عنها، بس بيجي واحد منهم بيضربه بالعصاية على راسه، فبتغضب بيكي جدا وبتضرب الراجل اللي مكتفها بدماغها في مناخيره وبتكسرها، وده بيخليه يغضب عليها وبيقرروا ان هما يقتلوها. بس في الوقت ده الست الكبيرة اللي هي متبنية بيكي بتدخل عليهم ومعاها بندقية وبتهددهم ان هما لو ما سابوش بيكي وخرجوا من البيت هتقتلهم. فبيطلع أنتوني واللي بتكون بيكي كسرت له مناخيره المسدس وبيقتلها، وده بيخلي بيكي تتجنن وبتجري بسرعة على أنتوني عشان تقتله. بس بكل بساطة بيتحرك أنتوني من قدامها، فبتدخل بيكي في الحيطة وبيغمى عليها، وبتفوق تاني يوم ومش بتلاقي الكلب بتاعها موجود لأنهم بيبقوا أخدوه. ومن اللحظة دي بتتحول بيكي من بنت طيبة لكائن هيخلص على الكل، وبتبدأ بإن هي تدفن الست اللي اتقتلت وبتلبس عشان تجهز نفسها للقتل، وبتاخد حاجات تعمل بيها أفخاخ. وبعد كده بتفتكر بيكي إنها سمعتهم لما كانوا بيتكلموا في المطعم عن واحد اسمه داريل، فبتقرر إنها تدور على كل واحد اسمه داريل في القرية. ومن حظها الحلو إن مفيش غير 2 بس اسمهم داريل في القرية كلها، وأول واحد راحت له اسمه داريل طلعت واحدة كبيرة في السن جدا ماشية باسطوانة أكسجين، فبتفهم بيكي إنها في المكان الغلط وبتسيبها وبتروح لداريل رقم 2. على الجانب التاني بتكون العصابة متجمعة وبياكلوا مع بعض، ومعاهم داريل الرئيس بتاعهم والمساعد بتاعه، وبيتكلم داريل معاهم وبيسألهم انتوا ليه اتأخرتوا، فبيقول له أنتوني إن كاوتش العربية اتخرم وما كانش معاهم كاوتش تاني وده اللي أخرهم، بس كان معاهم واحد اسمه شون كان باين عليه التوتر، فحس داريل إن هما بيكذبوا عليه. في اللحظة دي بتوصل بيكي وبتفضل تتنصت عليهم لغاية ما بتلاقيه فتح فلاشة عليها أسماء كل أعضاء المنظمة وكمان أسماء ناس سياسيين هيتم اغتيالهم. فأول ما بيمشي من الأوضة بتدخل بيكي تاخد الفلاشة، وكمان صورت المستندات اللي كانت على المكتب وهربت وراحت لجراج البيت، فلقت جواه أسلحة كتير جدا، فأخدت كل اللي هتحتاجه وطلعت حوالين البيت ونصبت شوية فخاخ وعلمت مكان كل فخ بعلامة. وبعد كده بقى خبطت على باب البيت وسابت التليفون على الباب ومشيت. فلما فتح داريل ومسك التليفون شاف رقم بيرن ومتسجل باسم بيكي، فأول ما شافوا الرجالة الاسم خافوا لأنهم مش عايزين زعيمهم يعرف ويعاقبهم، فقالوا له الحقيقة كلها وحكوا له إن البنت دي صغيرة وغلست عليهم في المطعم فعاقبوها بطريقتهم وأخدوا كلبها ومشيوا، وما رضيوش طبعا يقولوا إن هم قتلوا أي حد. وراح واحد منهم قال إنه هيروح دلوقتي يديها الكلب ويمشيها، بس كان معنى كلامه إنه رايح يقتلها. ولما راح فضلت بيكي تستدرجه لغاية ما وقعته في الفخ، بس ما رضيتش تضربه من النار، بس عملت الأوحش وهو إنها ربطته وحطت في بقه القنبلة وربطتها بخيط في باب بيت داريل عشان لو فتح الباب تنفجر القنبلة فيه، وبعدها خبطت على الباب ومشيت. وفي اللحظة دي فتح داريل الباب فانفجرت القنبلة، ومن هنا بقى اعترفوا الشباب باللي عملوه كله امبارح من خوفهم منها، لدرجة إن واحد منهم كان خايف جدا وعايز يهرب ويسيب المنظمة كلها، فقتلوا داريل. وفي الوقت ده اتصلت بيكي بداريل وقالت له إنها دلوقتي معاها الفلاشة والصورة للمخططات اللي بيعملوها كلها علشان التمرد، وده مخليها مبسوطة دلوقتي ومستمتعة جدا وهي بتقتل كل واحد فيهم عشان هما يستاهلوا كل حاجة هتحصل لهم، وكمان بتعرفهم لو فكروا يعملوا أي حاجة هتبعت كل حاجة للشرطة. وفي اللحظة دي بيتجنن داريل عشان ما كانش المفروض أي حد يعرف حاجة عن مخططاتهم، فبيبعت واحد من رجالته يمسكها، بس بيكي كانت منشنة على الراجل ده من بعيد، وأول ما خرج ضربت سهم في خدوده فرجع جري للبيت، ووقتها خرج داريل منه السهم وأمره ان هو يرجع برضه ويجيب البنت دي بأي طريقة. وعلشان داريل عارف ان الراجل اللي بعته لبيكي ده بنسبة كبيرة هيتقتل، فقرر يبعت حد تاني واللي كان من الشباب بتوع المشكلة من الأول. المهم أول ما خرج الشاب ضحك على داريل وهرب بالعربية، وافتكر الجزء ده كويس معايا. في وقتها كان الراجل التاني وصل لبيكي بس ما كانش عارف الفخ اللي هي مجهزاه المرة دي، فأول ما دخل عندها رمت عليه قنبلة غاز فوقع على الأرض وفضل يزحف عشان يخرج من المكان، وخرجت بيكي وراه بسيف عشان تقتله، ففضل يترجاها علشان تسيبه لأن عنده زوجة وطفل عايز يربيهم. فحنت شوية وكانت هتسيبه وسألته اسم ابنك ايه، فسكت شوية وبعدها رد وقال أدولف، فعرفت بيكي انه بيكذب وافتكرت الاسم من العصابة اللي قتلوا أبوها زمان، وفضلت تضرب فيه بالسيف لغاية ما قتلته. وفي الوقت ده
فجأة اتضرب سهم مخدر في رقبتها فأغمى عليها، ولما فاقت لقت نفسها مربوطة في بيت داريل وكلبها محبوس في القفص، وقاعد قدامها داريل ومعاه المفتاح النازي اللي كان في رقبتها من وقت الحادثة القديمة، وبيقول لها انه احتفظ بيه، وحاول كمان يعرف منها مكان الفلاشة اللي خدتها، بس طبعا رفضت تقول له اي حاجة. وفجأة دخلت الست العجوزة اللي كان اسمها داريل برضه، فبتفهم بيكي دلوقتي ان داريل الشاب يبقى اصلا ابنها، وان هي اصلا مديرة المنظمة. وبعد كده بتعرض الام داريل عليها انها تشتغل معاهم لان ذكائها عجبها قوي، فبترفض بيكي برضه. ووسط ما بتبقى بتتكلم معاهم بتحاول تفك نفسها لغاية اما فكت اخيرا الحبل اللي على ايديها، وخدت متة حرقة كانت قريبة منها ورشتها على داريل الابن، فجري على الحمام عشان يغسل وشه. وقتها اخدت بيكي سكينة ورمتها على دماغ الام وهربت من البيت، وفضلت تجري كتير قوي لغاية ما وصلت عند منطقة الفخ بتاعها، ووقفت هناك مستنية داريل الابن، وكان لسه هيقرب منها راح داس على فخ حديد قفل على رجله فوقع على الارض، بس وشه نزل على فخ كمان ودخل في دماغه ومات. بعدها رجعت بيكي على البيت علشان تاخد الكلب دييجو وتمشي، وبعد ما فكته خلاص لقت داريل الام لسه عايشة مع ان في سكينة في دماغها، وانا نفسي مش فاهمة ازاي. المهم بيكي اول ما بتشوفها راحت طلقت عليها دييجو وخلته يقطعها. وبعد يوم من كل ده كانت بيكي في المكتب الفيدرالي وشكروها هناك لانها قدرت تقتل خلية ارهابية كاملة، وعرفتهم كمان كل اسماء الاعضاء بتوعها، وبعدها بيعرضوا عليها تشتغل معاهم كعميلة لانها هتفيدهم قوي كشرطية فيدرالية. ففرحت جدا بيكي ووافقت، وبعد كده بيعرفوها قيمة المفتاح اللي بسببه اتقتل والدها زمان، بس للاسف احنا ما سمعناش، بس هنعرف كل حاجة عنه في الجزء الجاي. المهم بعد فترة بنشوف بيكي في شغلها مع الشرطة الفيدرالية انها قدرت توصل للشاب اللي هرب من داريل بالعربية، وعلى طول بتقصف العربية بصاروخ وبتقتله. وكده يبقى خلص فيلمنا النهاردة. ما تنساش اللايك والشير للفيديو وسبسكرايب للقناة وكومنت تشجعنا فيه. كانت معاكم فاطمة محمد، سكريبت محمد حسام، ومونتاج أحمد طارق. استنونا في فيديوهات كتير جاية، وسلام.